انت عايز تحقق العداله الاجتماعيه، ده ما فيش شك فيه، بس العداله الاجتماعيه بمفهوم شامل محتاجه مشاريع ومحتاجه انفاق على خدمات التعليم والصحه والتموين والنقل ومجالات كتيره جدا، والدوله ما عندهاش موارد كبيره حاليا على الاقل في اول سنتين. فلازم هتركزي بدرجه كبيره جدا على انك انت تحفزي القطاع الخاص بدرجه كبيره عشان يضخ استثمارات في المشاريع. يعني النهارده عشان اشتغل في البنيه الاساسيه في مشروعات الكهرباء الدوله مش تقدر تعمل حاجه، يبقى لازم القطاع الخاص يعمل. عشان اوفر ميه للتوسعات العمرانيه اللي موجوده في المدن زي القاهره وغيرها الدوله ما عندهاش امكانيات تعمل، فلازم هدخل القطاع الخاص في الموضوع. شكل دخوله ازاي؟ هل بالبي او تي بالبي بي الامور توصل في الاخر لملكيه الدوله؟ دي كلها قضايا تفصيليه بنجهز دراسات فيها، انما احنا في كل الاحوال مضطرين كمصريين لقضيه التمويل بتاع القطاع الخاص بمستويات كبيره في السنتين ثلاثه الاولانيين. انا بقول المساله مش مساله اختيار في اي حل، فاذا كنت عايزه تحفزيهم هتدخلي من الاول على دخله الضرائب وكل الكلام ده كله، فانت هتعملي مشكله كبيره. فلازم توازني بين الامرين، يعني ممكن تحط بعض الضرائب بس لازم تبقى بقدر مدروس بحيث ما يبقاش وضعك مختلف كثيرا عن اوضاع الدول الاخرى او الاسواق الاخرى المفتوحه للاستثمار، حتى تصبح مصر بيئه جاذبه للاستثمارات مش بيئه طارده. احنا كحزب مع النظام البرلماني، ولكن شايفين ان ربما يبقى فيه صعوبه في تنفيذ ذلك، لان المصريين تعودوا على النظام الرئاسي المطلق واللي هو اكتر من رئاسي، يعني حاله رئاسيه غير مسبوقه في اي حته في الدنيا، كميه سلطات مركزه في شخص رئيس الجمهوريه بفترات طويله. فالانتقال المفاجئ للنظام البرلماني الكامل قد يعني لا يكون مرحبا به على المستوى الثقافي والمجتمعي، فممكن المرحله دي تبقى مرحله النظام المختلط، ونعيد تقييم التجربه بعد فتره يعني مرحله رئاسه او مرحلتين، واما ننتقل يا اما نبقى في المختلط او نبقى نتجه للبرلماني. ويعني انا ادرك ان ربما احنا كلنا كمصريين عندنا عقده من النظام الرئاسي وفتره مبارك وما قبله، فيمكن جزء من تحولنا لاتجاه البرلماني جزء عاطفي شويه، فربما بعد تجربه النظام المختلط والهدوء شويه النفسي الناس تعيد دراسه الموضوع بطريقه اكثر موضوعيه. هو في تدبير الامور كلها الاستراتيجيه بتبقى الاغلبيه اللي الشعب بيختارها، سواء كان حزب الحريه والعداله او اي حزب تاني او اي حكومه ائتلافيه موجوده او تيارات ائتلافيه موجوده. نمره واحد. نمره اتنين، احنا لازم نخرج من دائره الشخصنه والطريقه الخاطئه في اداره امورنا اللي عانينا منها لفترات طويله في منطقتنا العربيه وفي بلادنا بصفه عامه. لابد ان يكون هناك ترسيخ للفكر المؤسسي باكبر درجه ممكنه في الفتره القادمه. انت عندك دلوقتي اولا كل مؤسسه في حد ذاتها لازم نأصل مؤسسيتها، ما تبقاش الرئاسه فرد وانما مؤسسه رئاسه، تبقى الحكومه مؤسسه، يبقى عندي اجهزه كل جهاز بيمثل مؤسسه. والحاجه الثانيه الدستور وجمله القوانين تحدد العلاقات الواضحه بين هذه المؤسسات، ويبقى العمل بيتم بشكل مؤسسي مش مرتبط بقضيه اختيار رئيس جمهوريه او حتى رئيس وزراء. دي قضيه اساسيه في المرحله الجايه، وده جزء كبير من نضالنا السياسي ان احنا نحول عملنا لعمل مؤسسي، لان ده ما كانش موجود من خلال الدستور المحكم والقوانين والعمل المؤسسي، وان في معايير وقواعد هي اللي بتحدد العمليه، مش مساله ان الرئيس ينام بالليل شويه يحلم حاجه تبقى هي خطه مصر. لان انت سؤالك ده مبني على الثقافات القديمه وعلى ممارسات بعض الدول اللي هي مش ديمقراطيه اصلا، انما احنا لازم نشتغل على ان احنا ناسس نظام ديمقراطي حقيقي. هو اساسا هذا المجلس هو الان محل تفكير ودراسه، يعني لانه الان احنا بصدد وضع دستور، والدستور ده بينشأ جديد في مفاهيم قديمه كانت موجوده في الدساتير القديمه، في فئات ومجموعات مختلفه من الشعب المصري لها رؤاها ولها مصالحها. احنا لما وقفنا ضد وثيقه السلمي كان الهدف الرئيسي هو الاعتراض على الآلية، ما احناش عايزين بشكل مسبق فرض حاجه على اراده الجمهور والشعب في الاختيار، انما يبقى الناس تفكر وتقترح والجمعيه التأسيسية تصيغ، والقرار الاول والاخير لمن سيستفتى اللي هو الشعب. فهو مطروحه فكره مجلس الدفاع الوطني، مجلس الامن القومي، يعني ممكن يبقى فيه مصطلحات مختلفه لانه في كذا اكتر من عنوان اتقالوا، فعشان ما نختلفش في العنوان انما الفكره موجوده. مفيش استقرار الان على هو ايه بالظبط وتكوينه ايه، انما في طرح بيتقال انه رئيس الجمهوريه، وزير الداخليه، وزير الدفاع، وزير الخارجيه، رئيس الوزاره، بعض الناس يقولوا وزير الاقتصاد او الماليه عشان لو في حرب ولا في حاجه.
انما هو المفهوم والمستقر لفترات طويله في بلاد مختلفه ان هذا المجلس بيبقى معني بالدرجه الاولى بقضيه الامن القومي بالمفهوم الخارجي بشكل كبير، انما توسعه بشكل داخلي في الجانب بشكل كبير في الجانب الداخلي ده هيعمل حاله اشتباك كتير.